البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما صنع، وبذلك ثبتت نساؤنا في المحنة، ونأمل أن ينبت بناتنا على خير وعلى صلاح وعلى تقى، لأن في صلاح المرأة هو صلاح للمجتمع كله، وفي استقامة المرأة استقامة للمجتمع كله. وكل بنت نربيها على المنهج ونربيها على الكتاب والسنة هي مشروع خير لهذه الأمة، لأنها سوف تنجب أسرة أو ترعى أسرة هي أهم شخصية فيها. ولكن نساءنا ضحك عليهن كثيرا وقيل لهن أنتن نصف المجتمع، لكن أقول هذه أكذوبة كبيرة. المرأة هي المجتمع كله، المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت وهي الخالة وهي العمة، ومن أكرم المرأة فإن الله سوف يكرمه، وإن العبد الذي يهين المرأة أينما كانت فإنما سوف يهينه رب العباد، لأنه لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فاللهم اجعل أزواجنا من الكرام الذين يكرمون النساء ويكرمون البنات ويكرمون الأخوات والعمات والخالات. هذه محاضرة لك أنت إما أم أو زوجة أو بنت أو أم زوج أو أم زوجة أو خالة أو عمة أو جدة أو مطلقة أو أرملة. 10 أنواع في تاني تقول طيب. فأنا أظن أنا سوف أحدث 10 أنواع ولكن بحديث واحد وفي مقولة واحدة، لأنني أعلم أن لي في رصيد بناتي وأخواتي في مشرق الأرض ومغربها رصيدا كبيرا، لأنني لا أقول أنني من المدافعين عن حق المرأة، أنا من الذين يجلون حق المرأة الذي في كتابي والسنة. أنا لا آتي بشيء من عندي، وإنما أنا أريد أن أعلم الرجل وأعلم المرأة ما هي الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون عند كل واحد منا وواحدة منا، حتى إن عرفنا حقوقنا وواجباتنا فأدينا ما علينا من الواجبات، وما أخذنا من الحقوق إلا أقل من حقوقنا. عندئذ أنا أقول دائما لأبنائنا وإخواننا من الأزواج ومن الرجال: المرأة مفتاحها بسيط وسهل وميسور، لا تريد المرأة من الرجل إلا معاملة طيبة وكلمة طيبة. تزول كل المشكلات وكل المصائب وكل الابتلاءات في المجتمع عندما يحن الرجل على زوجته وعلى ابنته، فتخرج البنت متوازنة، وتكون الزوجة بذلك نفسيتها تستشعر أن هناك من يشكرها، هناك من يحمدها، هناك من يحدو عليها، هناك من يحن عليها، هناك من يتقي الله فيها، هناك من يشعر أنها قدمت خيرا. وأنا أرى أن عظمات أو عظيمات التاريخ كنا نساء فضليات. أمنا حواء أول امرأة تدب على وجه هذه الأرض. عندنا سبحان الله العظيم زوجة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سواء أمنا سارة أو أمنا هاجر، وأم الكليم التي أنجبت هذا الإنسان العظيم، السيدة مريم التي أنجبت سيدنا عيسى، آمنة بنت وهب التي أنجبت خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمهات المؤمنين وبنات النبي وزوجات الصحابة وأمهات الصحابة وأمهات التابعين وأمهات العظماء من التاريخ. هذه يعني أرى أننا يجب أن نكرم المرأة في شخص هؤلاء جميعا، لأن نساءنا لو كنا موجودات في سابق الزمن لأنجبنا لنا العظماء، ونحن ننتظر من جيلنا الحالي بإنجاب عظماء من الأولاد ومن البنات، لأن الغد القريب للإسلام إن شاء الله رب العالمين. إذا نظرنا أو أردت أن أكلم الزوجة، نبدأ بالزوجة حيث تكمن آفات المجتمع كلها. أنت يا بنيتي نشأت في بيئة، والزوج الذي جاء ووافق عليه الأب، وأنت استخرت مرة أو 2 ورأيت أنه يصلح أو غلب يعني خيره شره، عندئذ صار هذا الزوج في
يعني حياتك زوجا واغلق عليكما باب واحد وصارت طباع مختلفة تحت سقف واحد. كارثتنا جميعا اننا نقرر اخلاقيات الطرف الاخر منذ الشهر الاول من الزواج، وهذه مصيبة كبيرة. لا يجب ان نقرر شيئا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة الا بعد 18 شهرا او بعد 2 كاملتين. وانا انصح الامهات اللاتي زوجن بناتهن او بناتهن او الاباء الذين زوجوا ابنائهم والامهات ايضا الا يسألوا عن الطرف الاخر الا بعد ان يدرس كل واحد منهم اخلاقيات الاخر وطبائع الاخر، ولا يقول ولا يعني لا يتسرع باصدار قرارات او اصدار اراء مسبقة، ثم الكارثة الكبرى ان ينقلها الى اسرته او ان تنقلها هي الى اسرتها. عندئذ تتدخل اطراف اخرى في قضية العلاقة، عندئذ تسوء المعاملات. ربما كثير من بناتنا ذهبنا الى بيوت الاباء والامهات في حالة من الغضب وعندها رغبة في العودة الى بيت زوجها مرة اخرى، ولكن حياء وحرجا من العائلة ومن الاسرة ومن الام ومن الاب عندئذ تستحي ان تعود الى بيت زوجها، وبعد ذلك يطلب الطلاق ونذهب الى المحاكم وتسوء العلاقة بين العائلات، ويرفع الله رحمته بعد ذلك عنا. لان كارثة الاسر المسلمة بما خبرته في عالمنا العربي الاسلامي انني اصف او اضرب مثال، نقول ان اسرة الزوج نطلق عليها رقم 1 مثلا، واسرة الزوجة نعطيها رقم 2، الاسرة الجديدة نعطيها رقم 3. يبقى عندنا كام اسرة؟ الف او 1 اسرة الزوج، 2 اسرة الزوجة، 3 الاسرة الجديدة. مصيبة 3 انها تقع بين فكة الرحى بين القوتين الصغريين، لا اقول عظمان لان العظيم عظيم. 1 تريد من 3 ان تدور في فلكها، و2 تريد من 3 ان تدور في فلكها. فيأتي اول مناسبة معينة مثلا عيد من الاعياد او مناسبة من المناسبات، فيتقدم الزوج كما تربى في بيت ابيه قائلا امر طبيعي ان نذهب لنزور ابي وامي في اول يوم العيد، اما امك وابوك ربما الاسبوع القادم او العيد الذي يليه او ان شاء الله عندما يحين ملك الموت. من البداية. لماذا ابن الحلال؟ والله هكذا رأيت ابي، انا وجدنا اباءنا على امة وإنا على آثارهم لمقتدون. احنا ماشيين سبحان الله. فتقول البنت إذا كنا سمعنا من العلماء أن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأنا من الواجب في أول يوم لابد أن أذهب في أول مناسبة لأزور أبي وأمي. يقول لا والله بس أنا في البيت أنا من الواجب أن أكون أنا صاحب القرار، يعني فضل الله الرجال على النساء كما يدعي هو سبحان الله، وهذا التفضيل يقتضي انني صاحب الكلمة وصاحب القرار. هذه ليست قضية صاحب كلمة وصاحب قرار وصاحب رأي، لا، هذه مسألة تشاور وتواد وأرصدة توضع للطرف الآخر عند هذا الطرف، فيسبح الطرفان في خير كبير. وأنا أذكركم بمقولة السابقة أن كارثة الزوجين وكارثة المتعاملين كل واحد يضع في ذاكرته للآخر كيسين، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب. الكيس المثقوب يحمل زوجك فيه كل حسناتك ومعاملتك الطيبة معه، فبعد 30 حسنة كم حسنة لك عنده؟ أين ذهبت؟ تسربت. فلما تجلسي احيانا مع امك بارك الله فيها تقول يا امي صحيح من 40 سنة لما تزوجت ابويا ما رأيت منهم خيرا قط. لا والله يا ابنتي، لا هو ولا اهل ولا ام ولا اللي خلفوه. ليه يا امي؟ تقول والله تقول انت ايه؟ الشيخ عمر كان ناصر لما قال ان الكيس المثقوب اشتغل 40 سنة كان. والكيس غير المثقوب
يحمل فيه الطرف الآخر إن كان زوجا كل سيئات وعيوب زوجته. بعد 30 سنة زواج صارت مليارديرة سيئات عند زوجها. هل ترين أن هناك وسيلة اتفاق بين الطرفين؟ طب الإسلام ما الذي يقوله الإسلام؟ هذا ما نقوله نحن، هذا ما نصنعه نحن. أما ماذا يقول الإسلام؟ أقول الزوجة الصالحة تقول هذا الرجل إما هو رجل صالح تغلب حسناته سيئاته، وإما أن سيئاته تساوي حسناته، وإما أن سيئاته تغلب حسناته. طيب نعمل إيه مع الأصناف الثلاثة؟ إن كانت حسناته تغلب سيئاته في 60% خير و40% خير، أو يعني خير، فنقول أنا أعيش مع 60% خير، لأن الطباع لا تتغير. فيه طباع ممكن أن تتغير، وفي طباع لا يمكن أن تتغير. بمعنى قال الملك لوزيره هل الطبع يغلب التطبع أم التطبع يغلب الطبع؟ قال الوزير أيها الملك إن الطبع يغلب التطبع. أنا لما يكون عندي طباع معينة يجي تتعلمني أشياء أخرى يأتي الطبع ليغلب عليها. قال الملك هذه مقولة خاطئة. فقال الوزير كيف أيها الملك؟ معقول أن التطبع يغلب الطبع؟ قال له انتظر. صفق الملك تصفيقه، خرجت من الداخل 10 من الهررة، 10 قطط تسير على رجليها الخلفيتين وترفع يديها هكذا، تمسك كل واحدة بشمعة موقدة وتسير كما في السيرك طابورا خلف بعضها البعض. قال الملك للوزير هل من طباع القطط والهررة أن تمسك هكذا الشموع وتسير على قدميها الخلفيتين؟ نكس الوزير رأسه، لأنه رأى أن التطبع غلب الايه؟ غلب الطبع. فأصبحت المشكلة كبيرة. يعني تطبع يغلب الطبع، هذا أمر منافي سبحان الله. الوزير رجع حزين يفكر. عنده جارية همست إليه بكلمة. ذهب في اليوم التالي قال أيها الملك أنا موقن مع احترامي لرأيك أن الطبع يغلب التطبع. قال أما رأيت البارحة؟ قال رأيت. قال مرة أخرى. صفق الملك، خرجت الهررة 10 وكل واحدة بيديها ايه؟ شمعة مضاءة. اخرج الوزير فأرا حيا والقاه امام الهررة. الهررة رمى الشمع وكله يريد ايه؟ انا قال اذا ان الطبع يغلب التطبع وليس التطبع يغلب الطبع. ففي عند زوجك بعض من الطباع ورثها عن ابيه، اما عصبية او لسان طيب او نظرة احترام يعني مثلا، او اشاحة يد بادب مثلا، يعني كل هذه التركيبة. فهذه طباع، هذه طباع. انت احيانا تنظري الى ابنك الصغير الذي ما رأى جده، لم يرى جده، جده مات. الولد ينام يضع يده هكذا وينام، تقول سبحان الله جده تماما. عامل الوراثة. لماذا ننكر عوامل الوراثة؟ فانت عندما تري من زوجك 60% خير، اقتنعي واقنعي نفسك انك سوف تعيشين في مساحة 60%، داعية رب العباد ان يضاف اليها 10%، وجمدي 30% في ثلاجة العلاقة الزوجية. لا داعي لأن تلمسيها لأنها طباع لا تتغير. المسألة عند ذلك لا يجب أن تقتربي من أمور سوف تتعبي فيها. فلما تعيشي بال60 صار لك عند زوجك رصيد تسحبين منه عند الضرورة. ولذلك امرأة عندها 81 سنة جاءت مع زوجها، وقع شخصيا دي، زوجها عنده 90 سنة، تزوجته منذ 62 عاما. ابنها الرابع كان يدرس لي في الجامعة. خيرا يا أمي، قالت أنا أريد أن تطلقني من هذا الرجل. فقلت مضاحكا يا أمي أنت تخشى على نفسك الفتنة؟ يعني في إيه المطلوب يعني؟ أبدا، مصممة على الطلاق وأبنائها ال4 معه ويا جدة وجدة جدة، يعني سبحان الله رأت الجيل الخامس ربما. المهم فلما انتحينا بها جانبا، هناك دائما في المشاكل حلقات مفقودة. ذلك لما يجيني زوج وزوجة في حالة غضب أقول لهم طيب
يعني انتم مصممين على الانفصال؟ نعم. طب اترككم بس ربع ساعة بعيدا عن هذا وام ذاك وابو هذا وابو ذاك، فلما نخرج القوات العظمى من القضية ربما يعني يستعيد، كما قال احد التابعين اراد ان يطلق زوجته وهي سيئة الملكة معه طوال حياتها، فقالت له يا فلان لزوجها اذكر طول العشرة، قال هذا هو السبب. سبحان الله، يعني السبب الطلاق بطول العشرة، لو لم تطل العشرة لما ظهرت العيوب. المهم، فاكتشفت عند المرأة الكبيرة السن؟ قالت يا ابني انا اخشى ان مت وانا على ذمة هذا الرجل اضطر اتزوجه مرة اخرى في الجنة وتبقى مصيبة دنيا واخرة. قلت لها ومن يضمن لك ان شاء الله انك لن تتزوجي؟ بس يا امي ندخل الاول وبعدين نتفاهم. قالت لا لا لا. قلت لها الله عز وجل جعل للمسلمين في الجنة والمؤمنين ما يشاءون، يعني ما يريد يأخذه وما لا يريده لا يأخذه. قالت اكيد قلت هذا كلام الله عز وجل. قالت يلا توكلنا على الله. يا رب. اخذت زوجها وبعد 10 ايام كنت اصلي صلاة الجنازة على الزوج هذا. سبحان الله، هذه حادثة لا انساها ابدا. سبحان الله. اما الحادثة الاخرى التي علمتني كيف اصلح بين الطرفين، بعد ما اصلحت بين الطرفين وقاموا خلاص الحمد لله واصطلحوا الامور، استتب الامن، وانا اكون فرح لما اوصل الاثنين مع بعض مرة اخرى. امها للاسف كانت في الجلسة، فبعد ما وقفوا خلاص ومشين قلت يا اخي الكريم، كان الرسول من ادبه صلى الله عليه وسلم كان يطعم عائشة في فمها وكان يعطيها كوب الماء، وكانت هي تشرب من المكان الذي شربت منه توددا منه صلى الله عليه وسلم. فأم زوجته بقى تطرق على المكتب عن سامع الشيخ ماذا يقول أن الرسول كان يطعم عائشة في فمها وكان يشرب من المكان الذي سامع الكلام، وتقولها بتهديد يعني قال لها عائشة مش بنتك، عائشة. الشيخ يقول عائشة، ايه دخل عائشة في بنتك؟ سبحان الله. فالناس تظن ان النصيحة ليست لها، وده قصة عن امنا عائشة، انا دخل ايه في الموضوع؟ سبحان الله. هنا تكمن الكارثة. فانا ارى ان سبب سعادة البيوت ان تعيش الزوجة في مساحة الخلق الكريم لزوجها، وهي اكيد كثيرة. وايضا نفس القضية ان الزوج الناصح يعيش في مساحة من سبحان الله الكرم والخلق الذي عند الزوجة. ولذلك ما يحزنني والله يا بناتي، يحزنني كثيرا ان المرأة مصلية صوامة قوامة متصدقة، ولكن كل اعمالها ضائعة نتيجة ان كلما اصبح صباح تشكو لأمها وصديقتها وجارتها وزميلاتها من زوجها، فتضيع ما صنعته بالليل بغيبة والنميمة بالنهار، بعد ما تبني بنايات كبيرة من الحسنات في إحسان التعامل مع الله عز وجل. تضيع هذا بأن تنقص من ثوابها وقدرها وحسناتها مع هذا الزوج. نسأل الله سبحانه أن يمسك ألسنتنا جميعا عن الغيبة والنميمة. طيب، نأتي لمسألة الفضفضة. في فقه اسمه فقه الفضفضة، هذا فقه لم يدرس في الكتب. فقه الفضفضة ده موجود عند المرأة العربية من العراق شرقا إلى المغرب غربا، ومن شمال الشام إلى جنوب الصومال. ما فقه الفضفضة؟ يقول لك سيدنا الشيخ دي مش غيبة، هذه ليست غيبة، أنا أفضفض مع أمي، يعني أموت يعني الزوج وكمان مش هشتكي، دي مش شكوى، دي فضفضة. فقه الفضفضة حرام لأنه يدخل في دائرة الغيبة والنميمة. ولذلك المرأة الصالحة لما زوجت ابنتها ودخلت البنت في بيت زوجها ووقفت أمامه في ليلة العرس بعد ما الناس تركوه، قالت له يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، ما فيش صلة بيننا وبين بعض، أنت جيت شفتني مرة استخرت وجدت خير وأنا استخرت وتزوجنا، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه، والسلام عليكم ورحمة الله. ايه الامور اللي تحبها؟ لا داعي لان قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني لا تنغصي عليه نومه ولا طعامه، ترقبي موضع النوم، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني ساعة ما ينام خلاص اتركينا. ثم اول ما يدخل الزوج اشعريه ان يعني اهم شخصية في العالم، انا اعطيك المفاتيح
لعلك تطرقي هذا الباب ان شاء الله. يعني سبحان الله، انا اعول دائما على الاخوات لانهن عندهن ميزان السعادة في المجتمع وفي البيوت، وعندهن كم من الصبر، نسأل الله ان يزيده وان يثيبكن عليه ان شاء الله. اول ما يدخل البيت اشعري الاولاد ان اهم شخصية في التاريخ دخلت. مش اول العيال يفرح ابويا وصل، خلاص في ايه يعني، الملك احسن من الملك، الله سبحانه هو ملك في مملكته، لكن تحقري قيمة الرجل داخل البيت، هذه مشكلة. لأن يعني لا داعي لأن تستنفري فيه سبحان الله. وإذا كانت هناك من مشكلة من الأولاد أرجئيها حتى يستريح، وبعدين يهدأ، بعدين يأكل، بعدين ربما عنده قيلولة، وبعد ذلك أعرض عليه المسألة سبحان الله. ولذلك أن سبحان الله العظيم قضية أن كل واحد يحمل شيء من الحمل في البيت، هذا أمر مهم آخر. البنت الصغيرة تسأل أبوها، بتسأل أمها يا أمي، قلت لها نعم، إيه اسم الحفرة اللي أمام بابنا؟ قلت لها أنا مش ألا تريني أنا أطبخ، أنا ما عنديش وقت، اسألي أبوكي. أبوها يشاهد يقرأ الجريدة، يا أبتي إيه اسم الحفرة اللي قدام الباب؟ لا أنا مش روح أخوكي، راح لأخوها أنا أذاكر، أختها أنا أشاهد التلفزيون. المهم أختها الصغرى الوسط، يا أختي ايه اسم الحفرة اللي قدام بابنا؟ اسمها بئر. طب الحاجة اصل اخت الصغيرة وقعت فيها. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. لانها قصة ترمز الى ان كل انسان اذا شغل بنفسه ضاع المجتمع، ضاع المجتمع. لان احنا لما نخرج اولاد مهلهلين نفسيا، ولا تظنوا ان ابناءنا لا يفهموننا، ابناءنا يعرفوا متى هو غاضب حتى ولو دارت الام سبحان الله مهما يداري فيظهر في قسمات الوجه، والأولاد يرصدوا الحركة، ونحن نغرس في نفوس بناتنا وأبنائنا إما خيرا وإما غير ذلك. فإحنا نريد أن نغرس الخير داخل الأسرة ونتجمل أمام الأولاد والبنات. ولذلك أنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نعيد صياغة ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى في مسألة اهتمام سبحان الله الزوج والزوجة بالزوج والزوج بالزوجة أمام الأولاد، ليستشعر الولد والبنت أن هذا البيت له قيادة من اثنين، رجل وامرأة أو أب وأم. عندئذ تستقيم الأحوال وتطيب الأمور. ولكن لا تنسوا أبدا كم الصبر الذي تؤجرون عليه. فأيما امرأة تزوجت رجلا سيء الملكة وصبرت عليه إلا وبنى لها رب العباد لها بيتا بجوار بيت آسيا امرأة فرعون في الجنة. من ترفض أن يبنى لها بيت في الجنة بجوار آسيا؟ ومن صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب على صبره. أجلس مع إخواني وأبنائي من الرجال كل واحد يشعر أنه أيوب، أجلس مع أخواتي وبناتي من البنات كل واحد يشعر أنها آسيا، لا إله إلا الله. على كل يا ريت نكون أيوب وآسيا في الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة الأولى للمرأة وهي الزوجة، الصبر، ثم العمل في مساحة الفضل عند الطرف الآخر، ثم الأمر الأخطر أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. ازرعي شجرة أصلها في القلب وفروعها في السماء بتقوى الله عز وجل، يزرع الله لك خيرا في قلب هذا الإنسان سبحان الله العظيم، الذي لما رأينا هذه المرأة الصالحة تقول له ماذا تحب من الأمور حتى أتيه وماذا تكره حتى أتجنبه؟ قال الرجل فعشت معها 34 عاما ما قطبت جبينها في وجهي قط، وما سمعت منها إلا الخير، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا كلهم من حفظة كتاب الله. سبحان الله. قال الرجل هذا التابعي فبعد سنة دخلت البيت فرأيت امرأة، قلت مرحبا بالضيفة. قالت ألا تعرفني؟ قال مرحبا بك، يعني لما زارته بعد زواجه بسنة. قالت أنا أمها. أمها تركتها كام سنة، مش من أول يوم، لا سنة كاملة. يا بني هل أحسننا التربية فتدعو لنا أم أسأنا التربية فتغفر لنا؟ بالله عليكم لو حتى البنت فيها عيوب، بالله هذه
صالحة ام طالحة؟ صالحة. يا ابني احنا احسننا التربية مبتدئ، يا ترى تدعو علينا ولا يا ترى تدعو علينا؟ في ناس والله يقول ما شاء الله يا عمي والله احسنتوا، ترى الله يبارك فيكم ما شاء الله، اعطتوني جوهرة اعطتوني كنز، سبحان الله. مش يدعو على من كان الواسطة والمعرفة والذي كان والذي تسبب ويرسل اليه الرحمات بعد الرحمات، سبحان الله. لا. هذا هو دور الزوجة. ثم الإنسان العربي كما خبرته أنا الرجل بالذات، تستطيع الواحدة منكن أن تجعله كما يقولون خاتما في إصبعه، بهذا باللف والدور أبدا، بتقوى رب العباد وبإخلاص النية وبالحفاظ على هذا الإنسان والحفاظ على أسراره. وإذا أردت أن تشتكي لأحد قولي على الطريقة اليعقوبية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. دخل رجل على زوجته فرآها تتلوى من الألم من المغص، ده مغص شديد، فضحك الرجل. قالت يا رجل ألا تستحي؟ أنا أتألم من شدة من في بطني من مغص وأنت تضحك. قال والله يا زوجتي منذ 30 سنة وقد فقدت نعمة البصر بعيني اليسرى، لا يدري بهذا إلا الله رب العالمين. تتكلمي في ايه؟ انا 30 سنة وانا فقدت نعمة البصر، لان اشكو لمن؟ اشكو لله عز وجل. اسمعوا هذه واحفظوها: من انزل همه بالله زال، ومن انزل همه بالناس زاد، وفرق بين اللام والدال. من انزل همه بالله يزول، لان الله الوقت عنده ليس عنده وقت سبحانه وتعالى، انما ايه؟ هو الخالق الوقت، يقول للشيء كن. سبحان الله. هذا امر. طيب المرأة إذا كانت بنتا، لسه بنت، من كرم الله عز وجل أن مش اللي عنده 3 بنيات فقط أو 2 فقط، اللي عنده بنت واحدة وأحسن تربيتها كانت حرزا له من النار. فإن أحسننا تربية البنات وصاحبنا البنات معنا، لما تيجي مجلس علم هات البنت معك، البنت وصلت 10-12 سنة، دخل في سن البلوغ سن المراهقة، اصحابيها معك، اجعليها تجلس مع الأخوات الفضليات في مجلس العلم في المقرأة. أفضل ما نهديه لبناتنا وأبنائنا أن نحفظهم كتاب الله، فهو حافظ لهم إن شاء الله. أفضل شيء أن تسلمي الزوج بنت صالحة تتقي الله، تخاف رب العباد عز وجل، تحسن إلى زوجها كما قالت المرأة الصالحة: كوني له أرضا يكن لك السماء، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. سبحان الله. أما أن سبحان الله الند للند والرأس بالرأس والكلمة بالكلمة، وتقول له أمها إن قال لك كلمة قولي له 10، إن قال كذا أنت بنت فلان أنت بنت ناس، هو سبحان الله هذا كلام لا يجب أن يكون أبدا. الأمر الذي يليه أيضا أيتها الأم انصحي بنتك، قولي لها يا ابنتي إذا غضبت من الزوج ثم جلست مرة أخرى بعد شهور أو سنة وغضبت مرة أخرى، لا داعي لأن ننبش الصفحة القديمة مرة أخرى. مش الرجل يقول لها أنت تذكري يوم ما كان أمك قطبت جبينها في وجهي يوم ما خطبتك سنة 1912 قبل الميلاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه ما يزال يذكر تقطيب جبين أمها. ده إنسان قلبه ما يملأ إلا بالشر. لكن الإنسان المسلم طالما عاتب وانتهى الموضوع. وانا دائما اقول للذين يريدون ان يصلحوا بين الناس: لا داعي للعتاب والتعاتب، فان العتاب عند العربي ينقلب الى اختلاف والى صعوبة والى سد طريق. اما ان ننسى الصفحة الماضية ونقول هب جدلا انك تزوجتها الان، ماذا تريد منها؟ اريد كذا وكذا وانت نفرض أنه أول يوم تعيشي معه اليوم، ماذا تريدين منه؟ أنا أريد كذا وكذا وكذا. هنا تنضبط الحياة. أما مسألة نتعاتب ونقول أبوك قال، أخوك عمل، أختك سوى، ومالها؟ هي لا تحمل هم أسرة، هي تحمل هم نفسها، لا تحملها آلام الآخرين ولا تحملها عيوب الآخرين ولا تحملها أخطاء الآخرين، وإنما تعاتب فيما بينك وبينها. عندئذ الله يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله. طيب أما المرأة إذا كانت أختا، الأخت دائما وبالذات أخت الزوج لها معزة خاصة عند الزوجة، معزة شديدة.
يعني تكاد تحبها حتى تستغيث بالله سبحانه وتعالى، ومن الحب ما قتل. المهم، إذا جاءتك أخت زوجك تزورك نافقيه في أخته، أخته هذه لم يترك لها أبوها وأمها، لم يترك له أبوه وأمه إلا هذه الأخت، هو يرى أنها جزء منه، أخته صديقته حبيبته. فلما تيجي عندك رحبي بها ولو نفاقا. قولي لزوجك لماذا لا تذهب لزيارة أختك؟ لماذا لا تراعي أولادها؟ يا أخي اتق الله، أنت قالهم، أنت كذا أنت كذا، فتشجعيه على الخير، تقول والله ما شاء الله هذه زوجة صالحة. فإن بررتيه في أهله برك في أهلك، وإن يعني سبحان الله لم يبرك في أهلك فأنت بررت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا الرسول كان يرحب بهالة أخت خديجة، مرحبا إنها هالة، ويخرج إليها حافيا صلى الله عليه وسلم ويفرد لها عباءته. وصيحبات خديجة كان أول ما يذبح الشاه يقول هل أرسلتم إلى صيحبات خديجة؟ خديجة قد ماتت وتحت أطباق الثرى، ولكن ما يزال بها وفيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لكن بعض الناس سبحان الله فيهن من الخلل ما فيهم من الخلل ما فيهم. الرجل ينجب بنت في بنت في بنت في بنت فيأس، أنا عايز ولد، راح تزوج بأخرى أنجبت ولد، فترك أم البنات وصل لا يسأل عليهن ولا على أمه، وجلس عند عند أم الولد. فقابلته في السوق فجأة معها بنتها الصغيرة 2 أو 3 سنوات، وهو أمامها كانوا بيشتروا أغراض من السوق فوجد. فهي عندها عزة وكرامة، المرأة العربية عندها من العزة والكرامة ما لا تخدش. وكانت شاعرة، وكان زوجها يسمى أبو حمزة. فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنا كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنات وإما بنين. بالله عليك هل هذه امرأة تترك؟ هذا الأدب العالي والكلام الطيب سبحان الله. وبعدين المصيبة بنت نفرض جدلا أن المرأة كانت عقيمة، مش ربنا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء، يعني من الذي يجعل؟ وكأن المرأة ارتكبت جرم ما بعده جرم، كيف أنها لا تنجب؟ الله، هو الإنجاب ده بالريموت كنترول، هيا يا ولد هيا يا بنت. الله سبحانه، هذا أمر من الله عز وجل، أمر من العلي الخالق الخلاق سبحانه. هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يهب وهو الذي يجعل هذا ذكر وهذا أنثى وهذا ذكر وأنثى سبحان الله. المسألة هنا نحن من الغباء بمكان، وكأننا نتهم المرأة أنها ولذلك الأسرة كلها في قلق. كل ما يروح يزور أمه تقول إيه؟ ما هي مش عايز تقول والله يا سيدنا الشيخ أنا هعمل إيه؟ كان نفسي بس في ولد ابني. يعني تقصد إيه بتلميذ لمن؟ سبحان الله. الغيبة تكون بالتلميح مش بالكلام. كل ما تشاهد على التلفزيون أطفال كثيرون وابنها لا ينجب، يقول يا حسرتي عليك يا ولدي، في خير يا أمي، الأولاد سبحان الله متاع الحياة الدنيا، وتجيب له نص المال والبنون، قال يعني خلاص القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يقولها بخشوع وتفكي. الله في يا ست لا إله إلا الله، يقول إن نريد إلا الإصلاح. ده إصلاح؟ هل هذا إصلاح؟ سبحان الله. فالقضية سبحان الله. والعجيب في المرأة العربية الله يبارك فيكم، إذا كان الزوج عقيما تصبر الزوجة عليه ولا تطلب طلاقا. أما الزوج العربي ربنا يهدي له حاله سبحان الله. يا أخي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فربما تتزوج فترزق بولد عاق يصير كابن نوح يشيبك قبل المشيب ويكون خاتمتك سوء على يديه. من الذي يدري؟ إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر لو أغنيت لفسد حاله، وأن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفقرته لفسد حاله، إن من عبادي سقيم لا يصح إلا السقم لو أصححته لفسد حاله، إن من عبادي صحيح لا تصح إلا الصحة لو أسقمته لفسد حاله. أيضا أحيانا تكوني أنت أم زوج. أم زوج دي عبارة عن بلسم تحتضن زوجة ابنها، حتى إن غضب ابنها من زوجته
تقف بجوار البنت الغريبة التي تستشعر أنها غريبة في هذه العائلة، كل واحدة واخد منها جنب، تعاملها معاملة غير أبدا، تحتضنها وتقف بجوار كما رأينا أمهاتنا ورأينا الأمهات في المجتمعات القديمة، ورأيت أنت جدتك وأمك كيف كانت تعامل زوجة ابنها، ربما تفضلها عن ابنها وعن بنتها أنها حنونة عليها وعطوفة. والثانية القضية لابد من زراعة الفضل عند الطرف الآخر حتى تستنبت ثمرة الفضائل. من أين تأتي المحبة؟ تأتي المحبة بالتعامل الجيد. هي تجل والدة زوجها، لم كل ما تقعدي معها قولها والله يا ما شاء الله يا أمي الله يبارك فيك، أحسنتي وربيتي وشكر الله لك أنك يعني أهدتيني هذه الهدية، هذا الزوج الصالح، هذا أردت أن تزرعي عندها خير. والأم تقول الله يا ابنتي احنا من كرم الله علينا يا بنتي أن أنت جيتي وأصبحت فرد من العيلة. هكذا الكلام الطيب يصنع خيرا. أما في ناس عندهم من الجلافة تقول يا سيدنا الشيخ أنا أقول للأعمى أنت أعمى في وجهه، هذه بجاحة وقلة أدب. سبحان الله. فلا بد من الإنسان أن يتودد إلى الآخر وأن يتحبب إلى الآخر. والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. أما لنا في عمر من أسوة. جاءه رجل يشكو من زوجته، الزوجة رفعت صوتها على رجل في المدينة، قال لا أنت ترفعين صوتك والله لأشكونك لأمير المؤمنين عمر. فلما ذهب وطرق باب عمر سمع زوجة ابن الخطاب تعنفه، فمشي ساب المكان كي لا يحرج أمير المؤمنين. ففتح عمر الباب وجد الرجل، قال له تعالى يا أخ الإسلام أما طرقت بابنا آنفا؟ قال بلى. ولما لم تنتظر؟ أحرج الرجل يعني فرك يديه كده، يا أمير المؤمنين جئت أشكو مما تشكو أنت منه، يعني أنت عندك البيت نفسه. سيدنا عمر له نظرة أخرى، يقول هذه اللي أنت يعني سمعت صوتها بترتفع علي وتعنفني، طباخة لطعامي وغسالة لثيابي ومربية لأولادي، وأعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فكيف لا أصبر عليها. هناك نقطة خطيرة قد يستحي العلماء من الكلام فيها خشية أن تفهمها النساء فهما خاطئا. أنا لا أستحي من الحق، يعني أوضح، ولكن أترك لكم مجال القلب المسلم والعقل المسلم وذكاء الإيمان في تطبيق. المرأة غير مكلفة شرعا بخدمة الرجل، هذه ثورة اجتماعية أنا لا أريدها، لكن المرأة تصنع هذا من باب أن التودد إلى الزوج وأنه تفضل منها عليه، ولكن لا تمن، وكل عملها هذا في ميزان حسناتها، انطبقت في ميزان حسناتها، انغسلت في ميزان حسناتها. لكن من باب الرفاهية أننا وصلنا كان جدتك وجدتي تجد تمكث تغسل يمكن يوم كامل غسل سبحان الله، والماء ربما شحيح وإلى آخره. الآن أنت تضع الثياب هكذا وتدوسي على الزر خفيف كده، يخرج الملابس ربما يعني أوشكت تدخل داخل الخزانة والدواليب لترتب مع بعضها. تقول أنا عندي هشاشة عظام من كثرة الغسيل. غسيل فين يا عمي؟ لا إله إلا الله، ما رأيت غسيلا، لا إله إلا الله. هشاشة عظام والنقرس والآلام ومش عارف الظهر والديسك لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا تعودي إلى البيت تقول للرجل لا ما خلاص ما أنتم كشفتوا اللي كان لا فيه قال لك الشيخ. لا، نحن نقول ما هو المرأة إذا كانت جلست كده لا تطبخ ولا سبحان الله العظيم وتركت الأمر لغيرها سبحان الله. لا، المشكلة أن في بعض البيوت للأسف ينادي صاحب البيت على الخادمة لتأتي له بملابسه لأن ربة البيت لا تعلم أين ملابس الرجل. هذه ليست بيوت عربية، أنا أشك أن تكون بيوت عربية، لكن البيت العربي البيت المسلم بيت منضبط بقضية أن الزوجة تتودد بخدمة زوجها تقربا إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مع أهله البيت ويمزق معهن اللحم ويكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة بهذا المنطق، إن كانت زوجة، كانت بنت، إن كانت أم زوج، إن كانت أم الزوجة لابد أن تنصح ابنتها
لتكون معوانا لزوجها إن كان فقير أو مريض أو في ضنك أو في ضائقة أو في حالة معينة، أو اكتشفنا فيه بعض العيوب التي لا تصلح ولكن فيه حسنات كثيرة. فسبحان الله المسلم يعني يجب أن يكون بهذا المنطق. فالمسلم إذا كان بهذا المنطق كذلك العمة والخالة والرحم الذي هو رحمنا يجب أن نتواصل بهذا. والله الغرب يفتقد لهذه الحياة التي نحياها، ولكن الأسرة المسلمة لا نريد لها تفككا، ولا نريد لها صراعات، ولا نريد لها هذه الأمور التي يريدها الغير لنا. أما وظيفة المرأة فقد يعني يجيزها بعض العلماء لضرورات خاصة، أن الزوج فقير أو متوفى أو هي صارت أرملة أو صارت مطلقة، أبوها قد مات، أمها قد ماتت، زوجها قد مات، ليس لها دخل، فاضطرت للعمل بالشروط الشرعية من حجاب وعدم اختلاط بالرجال، هذا أمر. لكن أنا أفضل، يعني قد يأثم المجتمع كله إن خرجت امرأة لم تجد عملا فتضطر لمزاحمة الرجال ومخالطة الرجال. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نحن لا نزاحم الرجال والعائل غير موجود لأنه مريض، فاضطررنا أن نعمل وأن نتواصل. هكذا إذا أراد الإنسان أن يوضح المسألة. لكن إذا لم يكن هناك داعي للعمل والله لا داعي. عبد الرحمن بن عوف كان له زوجة جميلة جدا كان يغار عليها، فكان يريد أن لا تخرج إلى المسجد للصلاة، ولكن لا يستطيع لأن الرسول يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد. فرأى خارجة في صلاة المغرب فلمسها بكتفه، فهي أدركت من الذي لمسها، فاستدارت المرأة وعادت إلى البيت. يوم يومين 3 أيام ما خرجت لصلاة الجماعة. قال لها ما أراك تذهبين إلى المسجد؟ قالت كنا نذهب إلى المسجد أيام كان الناس ناسا، كان الناس محترمة في الشوارع، أما ولا ناس فصلاتنا في بيوتنا أفضل. فيقول لها هذا رجل الذي لمسك في صلاة المغرب منذ 3 أيام فأدركت أن الذي لمسها إنما هو عبد الرحمن بن عوف. قالت له إن كنت لا تبغي أن أذهب إلى صلاة الجماعة فسوف أقر في بيتي. قال لا أعصي أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا بهذا المنطق علي رضي الله عنه لما كان يغار على فاطمة ويرى السواك في يدها ويقول أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك، أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، هذا الأدب الجميل وهذا المداعبة اللطيفة التي يجب أن تكون في البيوت. أولا ممكن تكبري في حجم الرجل أمام الأولاد، بارك الله فيك والله تتعب، قوموا يا أولاد قبلوا رأس أبيكم، قبلوا يد أبيكم على ما يتعب من أجلكم ومن أجل أن يوفر لكم الراحة والمال والمدارس الطيبة وإلى آخره. فيستشعر الأولاد أن فيه قلب رحيم على الأب، مش تقدموا له الطلبات الدولية 1 كذا 2 20 طلب من أين فتعجزيه أمام الأولاد. ليست هذه صفات مؤمنة أبدا. إنني أهيب بكن أن نعود إلى هدوء البيت مرة أخرى. أصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين زوجك وبين إخوتك وأخواتك وأقاربك وجيرانك. أصلحي قلبك تنصلح لك الأمور كلها. عندئذ يستقيم يعني إسلامنا ويستقيم ديننا على منوال حياتنا، أو تستقيم حياتنا على منوال ديننا. عندئذ نسعد ونسعد الجميع. أما هذه الدعوات الخائبة من تحرر المرأة وإلى آخره إلى آخره إلى آخره أنتن أكبر من هذا. فلقد جاء الإسلام بكل الحرية للمرأة، ونرى أنه بفضل الله عز وجل أن إكرام المرأة صغيرة إن كانت بنتا أو بالغة أو زوجة أو أما أو خالة أو عمة أو غير ذلك، وجدنا أن كل هذه الأمور في ميزان حسنات الذي يربي والذي يحسن التربية. والتربية والانشغال الأزواج في هذه الأيام بالأعمال صباح مساء عندكن مسؤولية كبيرة. أدعو الله لكن دائما بالتوفيق وبالسداد، وعندي أمل كبير في أن صحوتنا القادمة هي على أيديكن أنتن وعلى أيدي البنات والجيل القادم إن شاء الله رب العالمين. ويعني ندعو الله للجميع بالتوفيق وبالهداية. ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما،
اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اهد المذنبين الضالين، واغفر لنا يا رب العالمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. وفق أبناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، اطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ربهم على الكتاب والسنة. اللهم اطرد عنهم كل مكروه وسوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وتوفنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا تحرمنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم، وشفعه فينا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لصبركن علي، وبوركتم وطبتم وطاب ممشاكم، وتبواتم من الجنة مقعد إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.